السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد وطريقة جديدة للفراخ حلوة جدا. لو جربتوها بجد مش هتعملوا غيرها، تعجبكم جدا. صدور الفراخ بطريقة تحفة مشوية على الجريل أو في طاسة تيفال. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا الجميلة دي هنعملها ازاي. أنا معايا عشان تتبيل الفراخ بصلة صغيرة وفص توم ومعلقة كبيرة من الباربيكيو، صوص الباربيكيو، ومعايا ربع كوباية من الحليب أو لبن رايب أو زبادي، أي حاجة متوفر عندك حطيه، مفيش أي مشكلة. ضربت كل ده في الكبة. أنا عايزة التتبيلة بتاعتي سايلة، مش زي المشوية، الفراخ المشوية اللي بالعظم، فأنا عايزة التتبيلة تكون سايلة شوية. حطيت بقى ربع معلقة من الحبهان، حطيت ربع معلقة، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، وطبعا مشوي فراخ مشوية يعني لازم زعتر، نص معلقة من الزعتر. افركيه بين ايديكي كده قبل ما تحطيه. انا هنا زودت عشان لون التتبيلة يكون حلو، حطيت صويا صوص وحطيت كمان معلقة باربيكيو صوص تاني، وهقلب كويس بقى كل التتبيلة بتاعتي مع البهارات. وطبعا حط الملح بتاعك، وحطيت معلقة من بهارات الشاورما كانت عندي، حطيت منها. لو ما عندكيش حطي بهارات فراخ، بهارات لحمة، البهارات 7 بهارات اللي موجود عندك حطيه، مفيش اي مشكلة. وطبعا هنملحها كويس جدا، ونحط بقى فيها قطع الفراخ اللي احنا عايزين نشويها. صدور الفراخ بتجيبيها وبتقطعيها شرايح كده زي ما انت شايفة. قبل ما احطها احط الاول معلقتين كبار كده من الزيت في التتبيلة، علشان طبعا الصدور ما تكونش ناشفة، وتكون كده جوسي وطرية وحلوة قوي. زي ما انتم شايفين كده هنزل كل شرايح الفراخ وهقلبها كويس جدا مع التتبيلة، وهسيبها بقى ايه، تقدري تعملي التتبيلة دي وتسيبيها من بالليل تاني يوم الصبح تعمليها، او لما ترجعي من شغلك مثلا يدوب على ما تعملي مكرونة تشويها كده على الشواية او في طاسة تيفال، هتكون خلصت، مبتاخدش بالظبط 5 دقايق على النار، ومنتهى الجمال جدا. مسحت الشواية كده بمسحة من الزيت زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالفراخ بتاعتي وبشيل من عليها بواقي التتبيلة الزيادة اللي هي البصل والكلام ده عشان ما تتحرقش في الشوي. تمام، تاخد لون من الجنب اللي تحت، وبعدين انقلها على الجنب التاني، وخلاص هي كده بتكون استوت وفي منتهى الروعة. لما اجي احط حطة تانية للفراخ مرة كمان، خدوا بالكم نضفوا الشواية او الطاسة بمنديل مطبخ، وشيلوا بواقي البواقي المحروقة دي علشان ما تبوظلكوش الشوية التانية اللي هي المرة التانية. تمام، زي ما انتم شايفين كده القطعة اللي بتخلص بشيلها على جنب، واحط بقى ايه الشوية بتاعتي، الجريل بتاعتي هنضفها، واحط باقي الفراخ اللي انا عايزة اشويها. وهنا قطعت بصل وفلفل الوان وطماطم شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهنزلها في الجريل بعد الفراخ زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر تاخد طعم الشوي، وفي نفس الوقت بتتاكل بقى جنب الفراخ. هنحط على الخضار ده برضو معلقة صغيرة من الزعتر، تقدري تحطي رشة ملح وفلفل او اي بهارات تحبيها تظبطي بيها الخضار، بس انا اكتفيت بالزعتر ورشة ملح، وطبعا حاطة معلقة زيت في الشواية، وهقلبه كويس جدا ياخد صدمة كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هيبقى جاهز زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هطلعه بقى اقدمه في طبق، احطه زي فرشة كده في الطبق، واحط عليه بقى الفراخ البانيه بتاعتنا المشوية الجميلة. طبعا حجم الفراخ بيختلف براحتك وبذوقك، بس حاولي ما تخليهاش سميكة قوي، يعني زي البانيه كده او اتخن شوية كمان. وصفة بصراحة حلوة وسريعة ومنقذة، تقدري تحطي التتبيلة عليه وتسيبيه في التلاجة، تعمليه في اي وقت وانتي مستعجلة فيه، مفيش اي مشكلة فيها. هتعجبكم جدا، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مرة لسه بتشوفوا القناة متنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. سلام عليكم. لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا